مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلوها بالعناوين. اتحادات الكونفدرالية الوطنية للعمال تعقد اجتماع المجلس المركزي الدوري الخامس. أعضاء الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية يعقدون مؤتمرهم الأول. جهود لتوسيع الخدمات الصحية في الإقليم الأوسط. آلاف الفلسطينيين في شوارع غزة بعد سريان وقف إطلاق النار. ميدفيديف يصرح بأن حرب نووية كادت أن تندلع بسبب بايدن. نيجيريا تنضم إلى مجموعة بريكس كدولة شريكة. السلام عليكم ورحمة الله. عقد المجلس المركزي لخمس اتحادات عمالية تنضوي في الكونفدرالية الوطنية للعمال عقد اجتماعه الدوري الخامس في 20 من يناير في أسمرة. يضم الاتحادات الخمسة نقابات المعادن والكيمياء والبناء والأشغال العامة والمواصلات والاتصالات والأغذية والمشروبات والمرافق الخدمية والأقمشة والجلود والأحذية. وقيم الاجتماع أنشطة عام 2024 وبحث خطة عام 2025. وقدم رؤساء اتحادات العمال تقارير عن أنشطة التنظيم والتأطير ومشاركة الشباب والمرأة في مختلف أنشطة الاتحادات وبرامج التنمية وغيرها، بالإضافة إلى معاهدات العمل وحل الخلافات والشكاوى وسلامة وصحة العمال في موقع العمل والدورات التدريبية. تضم الكونفدرالية الوطنية للعمال خمس اتحادات عمالية. عقدت الجمعية التعاونية لأعضاء الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية مؤتمرها الأول في 19 من يناير بأسمرة. استعرض رئيس الجمعية التعاونية لأعضاء الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية السيد جمال صالح البرامج التي تنفذها الجمعية منذ تأسيسها من حيث أهدافها ورسالتها. وأوضح مساهمة الجمعية التعاونية لأعضاء الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في يناير 2022 في حملات التشجير والتبرع بالدم وتقديم العروض الثقافية والفنون والتعليم الصيفي. وأعرب عن إيمانه الراسخ بأن الجمعية ستقوم بعمل فعال مستقبلا. وأخيرا، وبعد مناقشة متعمقة للتقرير، انتخب المندوبون لجنة تنفيذية مكونة من 14 عضوا. وفي كلمته الختامية حث قائد هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع الفريق فيليبوس ولديوهانس الجمعية على التركيز على تنمية حب الوطن والتعرف على المواقع التاريخية التي حدثت فيها البطولات والتضحيات الوطنية والعمل على توريثها. وأضاف الفريق فيليبوس بأنه يتعين على أعضاء الجمعية توسيع الدعم التعليمي الذي بدأوا بتقديمه للأطفال المحتاجين الذين يدرسون في أسمرة خلال عطلة الصيف ليشمل شتى مناطق البلاد. وتضم الجمعية التعاونية لأعضاء الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية حوالي 1000 عضو حتى الآن. أعلن مكتب الصحة في الإقليم الأوسط العمل لتوسيع الخدمات الصحية هذه السنة. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المكتب السيد يوهانس غوتشو منح الأولوية لبدء عمليات جراحة العيون في مستشفى بيت مخا العمومي وخدمات التوليد في مستشفى قدايف العمومي وعيادة عد حوشة. وذكر وجود خطة لإدخال خدمات الفحوصات الطبية بالموجات فوق الصوتية للمرأة الحامل في مركز عد وإعداد الصحي، وخدمات المختبرات في مركز عد نفاس الصحي، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لتعزيز القدرات المهنية للأعضاء. وحث المواطنين على ممارسة الرياضة وتجنب الأنظمة الغذائية غير الصحية والإقلاع عن المكيفات للحد من تزايد الإصابة بالأمراض المزمنة وعواقبها. هذا ويوجد في أوجه 38 مرفقا صحيا في الإقليم الوسط، بما في ذلك مستشفى حزحز الإقليمي المرجعي ومستشفيات قدايف وبيت مخا وعداق حموس وست مراكز صحية و26 عيادة ومركزين لفحوصات فيروس نقص المناعة المكتسبة التي تشرف عليها وزارة الصحة.
أكد الشباب والطلاب في مديرية هيكوتا أنهم سيشاركون بفعالية في المشاريع الزراعية في منطقتهم لإنجاحها والاستفادة منها. وتفقد الشباب الأنشطة الزراعية والمياه المخزنة في مشاريع فانكوراوي وفانكو سمو وقرست الزراعية. وأفاد المسؤول المؤقت لفرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالمديرية أن الزيارة تندرج في إطار برنامج تعبئة الشباب لزيادة مشاركتهم في برامج التنمية الوطنية. وأكد الزوار أن العمل الذي شاهدوه كان انعكاسا للبرامج التنموية التي تعتمد على الشباب والتي يتم تنفيذها في مختلف المجالات التنموية. استشهد في 11 من ديسمبر 2024 في الدنمارك عضو الجمعية الوطنية لمعاقير الحرب المناضل سمري قبرقرقيش مسقانا جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 71 عاما. التحق المناضل سمري بصفوف جبهة التحرير الإريترية في عام 1974 وخدم في الإدارة الثامنة والقوات المقاتلة، وأصيب عام 77 بجروح بليغة وأرسل للعلاج إلى السودان والعراق وسوريا وإيطاليا والدنمارك. الشهيد سمري ورغم إعاقته قام بدور رائد في تأسيس فرع الجمعية الوطنية الإريترية لمعاقير الحرب في الدنمارك، وساهم بالتفاهم مع الجمعية الأم في إرسال الدعم المالي والعيني لرفاقه المعاقين، حيث خدم حتى يوم استشهاده رئيسا للجمعية الإريترية لمعاقي الحرب في الدنمارك. المناضل الشهيد سمري قبرقرقيش متزوج وقد جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء في أسمرة ظهر اليوم 20 من يناير. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ رسميا عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية تسلمها أسماء 3 محتجزات سيتم الإفراج عنهن، حيث بدأ آلاف النازحين بالعودة إلى منازلهم في القطاع. وقالت هيئة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. ويأتي الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بعد ساعات من إفراج حماس عن 3 إسرائيليات كن محتجزات في قطاع غزة منذ هجمات 7 من أكتوبر 2023. وينص اتفاق الهدنة على إطلاق سراح أكثر من 230 فلسطينيا ممن يقضون في سجونها أحكاما بالمؤبد، لكن بشرط إبعادهم ليعيشوا بقية حياتهم في المنفى. ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى صفقة تبادل تفرج بموجبها حماس عن 33 أسيرا تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق سراح نحو 1900 معتقل فلسطيني، بينهم 734 معتقلا نشرت إسرائيل أسماءهم. قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن حربا نووية كادت أن تندلع بين بلاده وحلف شمال الأطلسي الناتو في عهد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته جو بايدن. جاء ذلك في سياق منشور كتبه ميدفيديف الرئيس الروسي السابق، وانتقد فيه سياسة بايدن في إدارة الصراع مع روسيا. يأتي حديث ميدفيديف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع استمرار حالة التوتر المتصاعد بين الناتو وموسكو على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، كما يأتي قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وهو الذي انتقد إنفاق إدارة بايدن مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، وقال إنه إذا جلس على طاولة المفاوضات مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فإنه سينهي الحرب بين بلديهما خلال 24 ساعة. يشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تملكان قرابة 90% من مجمل الأسلحة النووية في العالم. أعلنت البرازيل الرئيس الحالي لمجموعة بريكس للاقتصادات النامية انضمام نيجيريا إلى المجموعة بوصفها دولة شريكة، وأصبحت نيجيريا الدولة الشريكة التاسعة في بريكس بعد بيلاروس وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان. وقالت الحكومة البرازيلية في بيان: تشترك نيجيريا في مصالح متقاربة مع غيرها من دول بريكس، وهي صاحبة 6 أكبر تعداد سكاني في العالم والأكبر في إفريقيا، كما أنها
أحد الاقتصادات الكبرى في القارة. وكانت المفاوضات انطلقت لتشكيل بريكس في عام 2006، وعقدت المجموعة أول مؤتمر قمة لها في 2009، وكان أعضاؤها البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت إليهم جنوب أفريقيا في 2010. ارتفع عدد القتلى جراء هجمات شنها متمردو جيش التحرير الوطني في كولومبيا إلى 80 شخصا حسب ما أفاد مكتب أمين المظالم. ويتواجه متمردو جيش التحرير الوطني ومنشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك في منطقة بشمال شرقي كولومبيا معروفة باسم كاتاتومبو، تقع على الحدود مع فنزويلا، وتضم 52 ألف هكتار من نباتات الكوكا. وكان الرئيس غوستافو بيترو أعلن تعليق مفاوضات السلام مع جيش التحرير الوطني وهو فصيل متمرد. وأعلنت الحكومة أنها عززت هجومها العسكري في منطقة كاتاتومبو. وكذا رئيس بلدية تيبو ريتشارد كلارو إن أكثر من 2500 شخص فروا إلى المدينة. ختاما فيما يلي التذكير بالعناوين. اتحادات الكونفدرالية الوطنية للعمال تعقد اجتماع المجلس المركزي الدوري الخامس. أعضاء الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية يعقدون مؤتمرهم الأول. جهود لتوسيع الخدمات الصحية في الإقليم الأوسط. آلاف الفلسطينيين في شوارع غزة بعد سريان وقف إطلاق النار. ميدفيديف يصرح بأن حرب نووية كادت تندلع بسبب بايدن. نيجيريا تنضم إلى مجموعة بريكس كدولة شريكة. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.